حبايبي ابطال سنه رابعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مبروك لكل حبايبي اللي قفلوا الترم اللي فات في كل المواد، وان شاء الله اللي ما قفلش الترم اللي فات يعرف يقفل الترم ده. هنبدا مع بعض النهارده اول درس في الدراسات الاجتماعيه للصف الرابع الابتدائي. طيب اول درس بيتكلم عن ايه وهناخد فيه ايه؟ هنبدا اللي احنا نشوفه بالتفصيل. اول حاجة بنعرف عنها او بنتعرف عليها النهاردة هو عنوان الدرس النهاردة اسمه ايه؟ اسمه انماط سكان بلدنا. انماط يعني اشكالهم عاملين ازاي، هم بقى عددهم قد ايه، شكلهم ايه، عايشين فين. هنعرف اللي احنا نتعرف على كل حبة عايشين في مصر، هم ساكنين ازاي ووضعهم عامل ايه. اول ما هنبدأ خالص هنروح رحلة مع مين؟ قال لي هنروح رحلة مع وائل ومع باباه. فين؟ قال لي في شوارع العاصمة. ايه هي شوارع العاصمة؟ احنا عرفنا من الترم اللي فات ان شوارع العاصمة او كلمة العاصمة هي القاهرة، فمعنى ذلك ان وائل وباباه هيروحوا رحلة او نزهة لشوارع العاصمة، لشوارع القاهرة. اول ما هنروح الرحلة ديت هنلاقي ان وائل شاف مبنى. طب ايه هو المبنى اللي وائل شافه؟ قال لي المبنى هو اللي في الصورة ده بالظبط. ادي المبنى اللي ابتدى اللي وائل يتفرج عليه. طيب زي ما وائل لاحظ حاجة فوق المبنى ده، احنا كمان هنلاحظها. هو ايه؟ قال لي في حاجة كده من فوق فيها ارقام. طب الارقام دي ايه اللي بيحصل فيها؟ قال لي طول ما في مواليد بتتولد، طول ما في ناس بتيجي الدنيا جديد، الارقام دي بتتغير، الارقام دي بتبدأ تزيد. بصوا كده مكتوب عليها ايه من فوق؟ مكتوب تعداد السكان الآن. دي الحاجة اللي بتتغير. طيب الساعة السكانية ديت موجودة فين؟ طيب بلاقي اللي احنا شفناه ده فين؟ قال لي اعلى يعني فوق ايه؟ قال لي مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يبقى المبنى ده او المنظر ده ايه؟ قال لي ده مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هو الجهاز دوت او المبنى ده اسمه كده، اسمه جهاز مش عشان هو كمبيوتر، جهاز عشان كل اوضة في المبنى دوت او كل غرفة في المبنى ده فيها حاجة بتبدأ اللي هي تعدلي السكان، تعرفني العدد اللي جوه. الناس ديت بتزيد امتى، بتزيد ليه، دوت المهمة بتاعته. المبنى دوت فيه ايه؟ قال لي بيبدأ اللي هو يعبي. يعني ايه يعبي؟ يبدأ اللي هو يجيب لي الناس اللي لسه مولودة، ويبدأ بقى اللي هو يقسمهم لي. في ناس مولودة، في ناس دخلت المدرسة، في ناس اللي هي لا قدر الله توفت. دي معنى كلمة إحصاء. ببدأ اللي أنا أخلي كل واحد فيهم على حدة. يبقى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فوقيها أو أعلاه في شاشة فيها أرقام في تزايد مستمر. زي ما اتفقنا كل ما حد جديد بيتولد كل ما الشاشة دي بتزيد رقم. ايوه، طب احنا الشاشة ديت اسمها ايه؟ قال لي هي الساعة السكانية. يبقى الشاشة اللي فوق المبنى دي اسمها ايه؟ قال لي اسمها الساعة السكانية. طب الساعة السكانية دي بلاقي فيها ايه وعليها ايه؟ قال لي بيظهر عندي تقديرات لعدد سكان مصر. زي ما عرفنا بنعرف عددهم قد ايه. طيب وائل لاحظ ايه؟ قال لي وائل لاحظ ان عدد السكان عنده بيتزايد مع مرور الدقايق، بنزيد ما بنقفش، يعني العدد بتاعنا مش ثابت، العدد بتاعنا كل شوية بيزيد. طب ليه؟ قال لي بسبب ارتفاع عدد المواليد. يبقى انا عندي عدد السكان في تزايد مع مرور الدقائق بسبب ارتفاع عدد المواليد. طب ما تيجي نشوف المواليد دوت او الناس اللي بتتولد ديت توزيعها فين، بيعيشوا فين في مصر. بصوا كده على الخريطة، هنلاقي في اماكن هنلاقي فيها اللي هو اللون النبيتي ده او الاحمر الغامق، هنلاقيها عند محافظة الجيزة، عند محافظة القاهرة. بيقول لي اللون الغامق ده على حسب عندي مفتاح الخريطة، بيقول لي ان بيعيش فيها من 8 ل 10 ملايين نسمة. يعني ايه مش فاهمين؟ يعني عدد السكان اللي في المحافظة اللي لونها غامق ديت يا 8 مليون يا 10 مليون. الله، ده عددهم كبير قوي. هنعرف ليه هم عددهم كبير دلوقتي، سواء في محافظة الجيزة او في محافظة القاهرة اللي هي العاصمة. طيب لو جبنا
قلنا لون افتح شوية، قال لي من 6 مليون ل8 مليون نسمة. يعني في اللون الافتح شوية بلاقي في المحافظات ديت ساكنين يا 6 مليون يا 8 مليون نسمة، او بيتراوح العدد ما بين الاتنين. طيب نشوف لون افتح شوية، نلاقي ان اللون الافتح شوية عندي من 4 مليون ل6 مليون، او برضو ما بين العددين دول. نيجي للون الافتح ما بينهم كمان، هنلاقي ما بين مليون ل4 مليون نسمة موجود في المكان طيب اللون اللي هو مش باين خالص قال لي اقل من مليون نسمة. ودي الخريطة اللي بتوضح الالوان اللي موجودة عندي بالارقام. طب احنا عايزين نعرف الكلام وفقا ايه او معمول ازاي. قال لي التوزيع عندي كان في مصر تعداد. يعني ايه تعداد؟ قال لي يعني حد بيجي يخبط على الباب عندك، ويجي بابا او ماما يفتح لهم الباب ويقولوا له نعم عايز ايه، يقول احنا جايين تبع التعداد. يبدأ يعرف انت في سنة كام واختك في سنة كام، في كام طفل في البيت، في ناس في المدرسة ولا لأ. فبيبدأ اللي هو يعد كام شخص او كام حد موجود في المكان ده. طب الناس دي نزلت امتى؟ قال لي الناس ديت او حصل التعداد عام 2017. اتعمل التعداد السكاني سنة 2017. بيقول لي من خلال التعداد ده عرفنا ان في محافظات بيزيد كمان السكان بتاعتها عن 8 مليون نسمة. يعني في المكان 8 مليون حد قاعد. طيب زي مين؟ قال لي عندي زي محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة بيزيد سكانها عن 8 مليون نسمة. طيب عندي محافظات اقل؟ قال لي عندي كمان محافظات بتقل عدد سكانها عن مليون. يعني عندي ناس بتزيد عن 8 مليون زي القاهرة والجيزة، وعندي محافظات بتقل عدد سكانها عن مليون زي محافظة جنوب سيناء. طب ليه القاهرة عندي بتزيد؟ قال لي يزيد سكانها عن 8 مليون نسمة لأنها عاصمة البلاد، زي ما اتفقنا في الترم اللي فات ان هي فيها المحافظة اللي فيها الوزارات وفيها الهيئات الحكومية وفيها كل حاجة بنضطر اللي احنا نروح المكان ده. فبيكون عدد السكان او اللي قاعدين هناك اكتر من 8 مليون نسمة. ليه؟ قلنا عشان هي عاصمة البلاد. طب ليه في جنوب سيناء العدد اقل؟ قال لي يقل سكانها عن مليون نسمة علشان خاطر صعوبة مظاهر سطحها. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني ممكن الاقي فيها جبل. الجبل احنا عندنا هنا في مصر ما بنقدرش نعيش فوق الجبال، ما نقدرش نزرع فوق الجبال، يخليني اللي بيبقى فيه صعوبة اللي انا اعيش في المكان ده. عشان كده بيقول صعوبة مظاهر سطحها. وكمان عندي ندرة المياه بها. احنا اتفقنا ان المحافظات بيكون فيها مياه جوفية بيعيشوا عليها. طب انا عندي ندرة، يعني المية دي قليلة قوي، موجودة بس قليلة خالص خالص خالص، انا مش عارف اعيش ومفيش مية من دي كتير. فبقول فيها مية بس ندرة، يعني وجودها قليل. يبقى انا ليه عندي اقل من مليون شخص عايش في جنوب سيناء؟ علي عشان خاطر صعوبة مظاهر سطحها وندرة المياه فيها. معنى كلمة نسمة يعني شخص، عشان كده بقول مليون نسمة. بعد كده هنا بيبدأ اللي هو يقول لي عدد السكان زي 8 و10 مليون، اتفقنا اللي هو في محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة. طب ايه اللي ممكن الاقي عندي من 6 مليون ل8 مليون؟ قال لي عندي محافظة الشرقية ومحافظة البحيرة ومحافظة الدقهلية. طب انا لازم احفظ كل المحافظات دي؟ لا، انا المطالب مني اللي احنا نعرفهم، لكن ايه اللي احنا لازم نحفظهم او نكون عارفينهم بزيادة او نكون فاهمينهم؟ هي محافظة القاهرة والجيزة اللي بيزيد عدد سكانها عن 8 مليون، وعندي جنوب سيناء اللي بكل عدد سكانها عن مليون نسمة. لكن دول بنكون عارفينهم. طيب نيجي نعرفهم كده. من 6 ل8 مليون قال لي عندي محافظة الشرقية والبحيرة والدقهلية. طب في محافظات اقل شوية؟ طبعا في. زي ايه؟ قال لي من 4 ل6 مليون عندي محافظات كتير شوية،
زي محافظة الغربية والاسكندرية والقليوبية والمنوفية والمنيا وأسيوط وسوهاج. طيب نقل شوية بالعدد، قال لي من 1 مليون ل4 مليون عندي في دمياط، كفر الشيخ، الإسماعيلية، فيوم، بني سويف، قنا، الأقصر، أسوان. طيب عندي أقل كمان من 1 مليون نسمة، يعني العدد فيهم قليل شوية. قال لي زي محافظة بورسعيد وشمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، محافظة البحر الأحمر، مطروح والوادي الجديد. طيب جه بيقول لي يعني ايه اصلا تعداد سكاني؟ قال لي هو عملية حصر شامل للسكان، انا بعرف عدد السكان اللي عندي في ايه او فين. المنطقة ديت عدد سكانها كتير، المنطقة ديت عدد سكانها اقل، زي ما عرفنا ان زي القاهرة بيزيد سكانها عن 8 مليون، وعرفنا ان جنوب سيناء اقل من 1 مليون. طب الكلام ده عرفناه منين؟ قال لي من التعداد. طب هيفيدنا بايه؟ قال لي المنطقة اللي فيها عدد ناس كتير ينفع تبقى فيها مدرسة واحدة؟ طبعا لا. هحط 8 ولا 10 مليون في مدرسة؟ لا طبعا. طيب المكان اللي فينا عدد سكان كتير ينفع اخلي فيه مستشفى واحدة؟ برضو ما ينفعش، لازم اخلي فيه خدمات. خدمات زي ايه؟ قال لي خدمات زي تعليمية وصحية. يعني ايه خدمات تعليمية وصحية؟ يعني انا محتاج مدارس وجامعات الاهالي بتاعت المكان دوت تتعلم فيها. طيب هخلي واحدة؟ قلنا لا، ما ينفعش تبقى واحدة. الاماكن اللي فيها ناس كتير لازم احط عندها مدارس كتير واحط عندها جامعات اكتر. طيب لو انا عندي مكان قليل ممكن اخلي المدارس عندها عددها قليل. طيب احط مستشفيات اكتر. عشان كده بيقول لي بحدد الخدمات اللي بيحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. يعني ايه في الحاضر والمستقبل؟ يعني انا دلوقتي مثلا عندي اطفال كتير قوي في المكان ده. اطفال كتير يعني ايه؟ يعني عدد الاطفال اللي عندي لسه ما دخلوش كيجي، ما دخلوش مدرسة. انا دلوقتي مش محتاج مدرسة، لكن في المستقبل الاطفال الصغيرين اللي عندي كتير ده هيحتاجوا يخشوا مدرسة. عشان كده بيقول لي اللي بيحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. طيب مين المسؤول عندي عن التعداد السكاني الموجود؟ قال لي المسؤول اللي هو يعمل التعداد السكاني دوت هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللي شفنا صورته في الصفحة اللي قبل دي. هو المسؤول عن إجراء التعداد دوت. طيب التعداد دوت بيتعمل كل كام سنة؟ كل 10 سنين بيبدأ الجهاز المركزي يخلي فيه تعداد سكاني. الجهاز المركزي هو للتعبئة العامة والإحصاء، بيعمل الإجراء دوت للتعداد السكاني كل 10 سنين. طيب عددنا كان في مصر كام سنة 2017؟ قال لي 94,800,000. يبقى عدد السكان عندي في مصر كان 94,800,000 نسمة وفق آخر تعداد. آخر تعداد حصل لمصر كان سنة 2017. طيب التعداد الجديد هيبقى امتى؟ قال لي هو مش كل 10 سنين. يبقى التعداد الجديد اللي عندي هيبقى ان شاء الله سنة 2027. طيب مصر لسه عاملة التعداد دوت جديد؟ لا، مصر التعداد دوت عدى عليها عبر العصور. يعني في مصر القديمة خالص ايام الفراعنة عملنا تعداد، وفي مصر الاسلامية لما الاسلام دخل مصر برضو عملنا تعداد، وفي مصر الحديثة اللي هو برضو دلوقتي عملنا تعداد. طب ما تيجوا نشوف كده كل رحلة من دول التعداد بتاعهم كان عامل ازاي. قال لي في مصر القديمة مصر من أقدم الدول التي أجريت عدا للسكان. يعني مصر من أول الناس اللي عملت التعداد دوت. طب كانوا بيعملوا ايه؟ قال لي بالنسبة للمصريين القدماء كانوا بيعملوا عد للأفراد زي اللي بيحصل دلوقتي. بنبدأ اللي احنا نعد الناس ونعرف مين فيهم في مدرسة، مين فيهم في كلية، الكلام ده. بس هم كانوا بيعدوا الأفراد علشان يقدروا متوسط عدد الأسر وصغار السن.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الأسرة بتاعتنا مكونة من 3 أفراد، أسرة مثلا خاله مكونة من 4 أفراد، أسرة عمه مكونة من 5 أفراد. فبنعرف المكان ده متوسط عدد الأسر فيهم كم فرد، كم حد موجود داخل الأسرة. الأسرة مكونة من ايه؟ أب وأم وأطفال، أب وأم بس، أطفال صغيرين كلهم، في ناس في مراحل تعليم، في ناس في الجامعة. بيقول لي المتوسط بتاعهم ايه ده؟ هو المصري القديم كان عنده جامعة؟ كان المصري القديم عنده جامعة، عشان كده بنقول متوسط عدد الأسر وصغار السن. كان بيعرف كمان الناس الصغننة اللي لسه مولودة عددهم قد ايه والمتوسط بتاعهم قد ايه. ده قام المصريين القدماء بده. طب ابن حطب الثالث هو ده برضو مش مصري قديم؟ قال لي هنا ما قاليش في عهد مين، قال لي المصري القديم هو اللي عد الافراد وعرفني متوسط عدد الاسر وصغار السن. لكن هنا قال لي هو في عهد مين؟ في عهد ابن حطب الثالث قاموا بعد الجنود. يبقى المصريين القدماء هو عد أفراد، لكن ابن حطب الثالث عد جنود وضباط ومؤهلين للخدمة العسكرية. لا مش فاهمين. قال لي ابن حطب الثالث كان محتاج يعرف هو معاه قد ايه من الجنود اللي ممكن تخش تحارب معاه، فاللي كان يفرق له يعرف عدد الجنود اللي في الجيش قد ايه، والضباط الناس اللي هتبقى ماسكه الجنود ديت وتديها الاوامر، والمؤهلين للخدمه العسكريه يعني الناس اللي داخله علشان خاطر تحارب اللي لسه هيخش لي قد ايه. ده اللي كان فارق مع ابن حطب الثالث. لكن قبل كده كان المصريين القدماء كانوا بيعدوا الافراد عادي زي ما احنا بنعمل دلوقتي. يبقى في فرق ما بين في مصر القديمة برضو ما بين مصريين قدماء وما بين ابن حطب الثالث. مصريين قدماء كانوا بيعدوا أفراد وتقدير متوسط عدد أسر وصغار سن، لكن ابن حطب الثالث عد جنود وضباط ومؤهلين للخدمة العسكرية. طب نروح بقى لمصر الإسلامية. قال لي تم إجراء عد للأفراد دول بقى بيحدد لي محل إقامتهم في عصر الدولة الإسلامية. انت قاعد فين؟ قاعد في مصر؟ قاعد في دولة تانية؟ قاعد في أنهي حتة؟ بيقول لي مصر الإسلامية، يعني هو بيحدد لي إقامتهم داخل مصر في أنهي حتة. في ناس عايشين في الجيزة، في ناس عايشين في كان منطقة زمان في مصر الإسلامية اسمها الفسطاط، على حسب انت عايش فين. عشان كده بيقول لي بيعد الافراد وبيحدد لي بقى هنا كمان انت عايش في انهي حته في عصر الدوله الاسلاميه. طب استمر الاجراء ده قد ايه؟ قال لي استمر في مصر الاسلاميه 6 اشهر. مصر القديمه هو ما حددليش قعد قد ايه، لكن قال لي ان في مصر الاسلاميه اجراؤه او استمر اجراؤه 6 اشهر. طب دلوقتي قال لي مصر الحديثه او مصر حاليا بتقوم بالتعداد كل 10 سنوات زي ما اتفقنا فوق. طب بيشمل بيانات السكان ده ايه؟ قال لي النوع. يعني ايه النوع؟ يعني بنت ولا ولد. العمر سنك قد ايه؟ صغنن 2 3 سنين، كبرنا شوية دخلنا المدرسة 7 8 سنين، كبير شوية دخلنا الجامعة 18 19 سنة. انت عمرك قد ايه؟ محل الاقامة، انت ساكن في انهي محافظة، ساكن في انهي حتة في المحافظة. مستوى التعليم، انت في مدرسة، دخلت جامعة، دخلت معهد، مستوى تعليمك ايه. الحالة الاجتماعية، طيب الناس ديت والله الام متزوجة، ارملة دي يعني الزوج متوفي، مطلقة ديت يعني في انفصال حصل، دي معنى كلمة حالة اجتماعية. والوضع الاقتصادي، يعني انا بقدر اجيب كل حاجة انا عيالي بيحتاجوها وبيتي بيحتاجوها ولا لأ. والله انا الحياة معايا ميسورة، الحياة معايا متوسطة، الحياة معايا مش قادرة اجيب حاجة خالص. ده معنى كلمة وضع اقتصادي. ففي الوضع ده ساعد ذلك في تحديد الخدمات، بقدر في الوقت دوت اعرف انت محتاج ايه واوفرهولك. اللي بيحتاجها السكان زي ما اتفقنا في الحاضر وكمان في المستقبل، مش دلوقتي بس، لا واطفالك كمان اللي هيكبروا. طب الاجراء الجديد امتى او التعداد السكاني الجديد امتى؟ قال لي التعداد السكاني القادم في 2027، يعني سنة 2027.
طيب شكل الناس اللي عايشة في مصر بقى ايه؟ قال لي عندي تتعدد انماط السكان. يعني هم عايشين ازاي؟ ساكنين والله في المدن اللي هو الدنيا زحمة وعايشين في القاهرة، عايشين في الجيزة، ولا ساكنين في الريف والعدد عندي اصغر، ولا في سكان الصحراء؟ هو في ناس عايشة في الصحراء وتعرفنا عليهم ان هم البدو الترم اللي فات، وهنتعرف عليهم كمان السنة دي او الترم ده ان شاء الله. اول نوع بنبدأ بيه معانا النهاردة وهم سكان الحضر. سكان الحضر دول امتى بقول عليهم سكان الحضر؟ لما يقولي اللي هو بيسكن في مدن، في مدينة، ما بيسكنش في منطقة ريفية، ما فيش عنده ارض زراعية يعرف يشتغل فيها. طب ودي لهم شغل؟ طبعا، وهنعرف هما بيشتغلوا في ايه دلوقتي. يبقى سكان الحضر هم الذين يسكنون المدن، اللي بيسكنوا في مدينة، واغلبية المدن بتكون بالمنظر ده، يكون زحمة وفي اتوبيسات وفي عربيات وفي محلات والناس في الشارع كتيرة. انا عشان كده حبيت ان انا احط الصورة دي عشان توضح. يبقى اول ما يجيلي حضر او مدن بيجي قدامي الصورة دي بفتكر المنظر ده، اللي هو الدنيا تكون عندنا زحمة شوية. يبقى سكان الحضر هم الذين يسكنون المدن. طب بتشتغلوا في ايه؟ قال لي بشتغل في الصناعة، ببدأ ان انا اصنع حاجات عشان ابيعها، وبشتغل في التجارة. يعني ايه بشتغل في التجارة؟ والله دلوقتي انا معايا القلم ده، انا دلوقتي عايزة اوديه المكتبة، باخد منك كمية كتيرة من القلم ده وابدأ ان انا اوديه للمكتبات. انا كده تاجرت، باخدته مثلا بنص جنيه، بعته للمكتبة بجنيه، مش انا كده خدت فلوس؟ بالظبط. يبقى دي التجارة، بتاجر. السياحة يعني ايه سياحة؟ يعني حد كده بيفتح شركة يجي يقولك والله انا دلوقتي مطلع رحلة للأقصر وأسوان، مطلع رحلة لشرم الشيخ، اللي حابب يجيب 2 جنيه ونص ويجي اللي هو يشترك في الرحلة بتاعتنا. دي معنى كلمة السياحة الموجودة عندي في سكان الحضر. طبعا مش 2 جنيه ونص، انا بهزر. طيب والخدمات بيشتغلوا في ايه؟ عندي خدمات تعليمية اللي هم بيشتغلوا في المدارس، زي المدرسين اللي بيدونا في المدارس عندنا، والخدمات الصحية زي الدكتور والممرضة اللي شغالين في المستشفيات، والخدمات المصرفية اللي هي شغالين في البنوك. يبقى عندي سكان الحضر بيشتغلوا في الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات. طب الخدمات عندي زي ايه؟ قال لي خدمات تعليمية وصحية ومصرفية. طب ايه هي المحافظات الحضر اللي اول ما تجيلي اقول اللي ده محافظة حضر على طول؟ قال لي عندي 4 محافظات حضرية. زي ايه؟ قال لي زي القاهرة واسكندرية والسويس وبورسعيد. يبقى محافظات الحضر عندي، اتفقنا ان عندي 4 محافظات حضرية. ايه هما؟ القاهرة والاسكندرية والسويس وبورسعيد. يبقى لما بقول محافظات حضرية او محافظات الحضر، ان هما الناس اللي بيسكنوا في المدن. عندي 4 محافظات، القاهرة واسكندرية وسويس وبورسعيد. طيب نسبة الناس اللي هي الكتيرة قوي اللي قاعدين دول، نسبتهم قد ايه من سكان الحضر؟ قال لي سكان الحضر نسبتهم 42.4%. لا يعني ايه؟ قال لي 4 هنا و4 هنا، والاتنين واقفة بتحجز ما بينهم. يبقى 42 في علامة هنا صغنونة و4%، يعني من عدد الناس كلها اللي ساكنين في مصر عندي 42.4% من الناس كلها اللي في مصر عايشين في سكان الحضر او عايشين في المدن. طب وفق الكلام ده لايه جايبينهم من دماغنا؟ لا، وفقا لتعداد عام 2017. طب عندي نسبة الأمية في سكان الحضر منخفضة ولا مرتفعة؟ يعني ايه أمية أصلا؟ الأمية ديت يعني الناس اللي ما متعلمتش، اللي ما دخلتش المدارس، اللي ما معهمش حتى شهادة الابتدائية، اللي هي عدوا 6 ابتدائي وخدوا شهادة. في ناس عندي في مصر ما معهاش شهادة، عندي ناس في مصر ما معهاش أي شهادة خالص. طيب النسبة بتاعتهم عددهم قد ايه؟ قال لي والله بالنسبة لسكان الحضر هم عددهم منخفض، يعني ناس قليلة قوي. طب ليه؟ يعني الناس معاهم فلوس؟ قال لي عشان عندي مدارس، في انتشار للمدارس، وعندي كمان ارتفاع مستوى معيشة. يعني الناس معاها فلوس تدي دروس، تدخل عيالها مدارس، تعرف اللي هي تعلمهم، تعرف اللي هي تصرف عليهم في التعليم. يبقى انا عندي نسبة منخفضة
في سكان الحضر، علشان عندي انتشار مدارس وعندي كمان ارتفاع مستوى معيشة، يعني الناس معاها فلوس. طب الناس اللي عايشة في سكان الحضر ديت ليها مشكلات؟ قال لي ليها مشكلات. قال لي عندي ان الناس بتهاجر من الريف الى المدن. بتهاجر يعني ايه بتهاجر؟ قال لي يعني الناس في الريف بتسيب بيتها، اللي عايشين في القرى اللي هنتعرف عليهم دلوقتي دول، ويبدأوا اللي هم ياخدوا حاجاتهم ويروحوا يعيشوا في الحضر او في المدن. طب ده يعني هيبقى وحش عندي في ايه، او هيأثر معايا في ايه؟ عادي ما يجوا يعيشوا. قال لي بيزيد الضغط على الخدمات. يعني انا مثلا لو عندي اتوبيس مثلا هيكفي اللي هو الناس الموجودة، لما يزيد 10 و100 و1000 عندي، الاتوبيس عندي هيكون العدد فيه ازيد، المدرسة هيبقى عددها اكبر. عندي كمان ظهور عشوائيات. عشوائيات يعني ايه عشوائيات؟ دي العشوائيات هو ده عبارة عن ايه؟ قال لي دي عبارة عن بيوت شكلها مش متناسق جنب بعض، في بيت صغير، في بيت كبير، في بيوت لازقة في بعض زي ما احنا شايفين كده، وزي البيوت اللي قدامنا دي اسمها عشوائيات. مفيش شكل مهندم او مرتب لبيوت جنب بعض شكلها حلو، مفيش مساحة ما بين البيت والتاني، مفيش شجر، مفيش زرع، مفيش شكل بيوت جنب بعض شكلها حلو وشكلها مهندم. لا، هو اللي بيجي من القرى والله في مساحة هنا ما بين البيت ده والبيت ده، يروح جاي هنا ويروح بنيلي بيت كمان. طب الدولة ما عملتش كده، هو عمل كده، فاضطرنا اللي احنا يبقى عندنا هنا في المدن عشوائيات. يبقى عندي ظهور العشوائيات، يبقى من ضمن المشكلات اللي بيواجهها سكان الحضر هي زيادة الضغط على الخدمات في المدن وظهور العشوائيات. طب الدولة عندي بقى بتواجه المشكلات دي؟ قال لي طبعا بتنفذ عندي المشروع القومي عشان تطور العشوائيات. مكان من الصورة اللي احنا شفناها والمنظر اللي احنا شفناه ده، لا، بتظبط البيوت، بتغيرها، تخلي شكلها متناسق جنب بعض. ده تطوير العشوائيات. نروح بعد كده لسكان الريف. مين هم سكان الريف؟ قال لي سكان الريف هي الناس اللي بتعيش في القرى. ده شكل بعض القرى او شكل قرية موجودة، بيكون هنا في نيل او في هنا ترعة، وبيكون دي منظر البيوت. الناحية التانية بتكون في ارض زراعية بيقدروا اللي هم يزرعوها ويبدأوا اللي هم ياكلوا من ثمارها او يبيعوها. يبقى سكان الريف هم الذين يسكنون القرى. طب سكان الريف دول بيشتغلوا في ايه؟ بيعملوا في ايه؟ قال لي في الزراعة، بيبدأوا اللي هم يزرعوا، وكمان بيربوا عندهم حيوانات عشان تساعدهم في الأرض الزراعية. طب الناس اللي عايشة في الريف ديت عددهم قد ايه؟ قال لي 57.6. برضو الخمسة والستة اللي اخوات زعلانين من بعض، فالسبعة واقفة بتحجز بينهم. يبقى 57.6% من إجمالي عدد السكان في مصر. يبقى اللي عايشين في الريف قد ايه؟ قال لي 67.65% من عدد سكان مصر كلها. طب هو النسبة اللي انا قلتها دي صح؟ لا، النسبة هي 57.6%. عايزين نبقى مركزين مع بعض، عشان لو في اي غلطة تاني او ان انا لخبطتكم في حاجة تاني تعرفوني. يبقى كده 57.6% من اجمالي عدد سكان مصر هم عايشين في الريف. طب نسبة الأمية عندي في سكان الريف قد ايه؟ احنا اتفقنا معنى أمية يعني هم ما معهمش شهادة ومش بيعرفوا ولا يكتبوا ولا يقروا. نسبة الأمية عندي مرتفعة مقارنة بمين؟ قال لي بسكان الحضر، بسكان المدن اللي اتفقنا اللي النسبة عندهم منخفضة. طيب في مشكلات عندي بيواجهها سكان الريف زي سكان الحضر؟ قال لي طب ايه هي؟ قال لي بيزداد متوسط عدد افراد الاسرة في الريف. طب ليه الكلام ده؟ ليه عددهم ازيد او الاسرة بتاعتهم كبيرة عن سكان الحضر؟ قال لي علشان خاطر كثرة الانجاب، يعني بيخلفوا كتير. طب بيخلفوا كتير ليه؟ ما هو دول متجوزين في نفس الوقت. لا، دول مش متجوزين في نفس الوقت، دول عندهم زواج مبكر.
يعني اول ما السن القانوني يجي للبنت او للولد يبداوا اللي هم يجوزوهم على طول. ده اسمه الزواج المبكر. فلما يجوزوهم بدري بيجيبوا اطفال كتير، فبيكون عندي كثرة انجاب في الريف المصري. عشان كده بيعاني سكان الريف من انخفاض مستوى المعيشة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي اطفال كتير، مكان مثلا انا فلوسي بتكفي طفلين والزوجة والاب الموجود، لا ده بيبقى فيه 5 6 10 عيال، فالفلوس ما بتكونش مكفية كل الاطفال دي، فبيحصل عندي انخفاض في مستوى المعيشة. طب انا عندي ايه كمان؟ عندي كل خدمات، يعني انا ما عنديش مدارس كتير، ما عنديش مستشفيات كتير، عندي كل الخدمات ان الدولة بتوفرها، وعندي كمان نقص فرص العمل. طب انا ليه عندي فرص عمل قليلة؟ علشان انا مش بشتغل غير كمان بربي حيوان، على عكس المدن اللي احنا قلنا اللي هم بيشتغلوا في كذا حاجة. طب بتواجه المشكلات اللي الريف بيشوفها دي؟ قال لي طبعا. اللي لازم اللي هي جاب عشان ويكون في ارتفاع عيشة. كمان عندي اطلاقات لتنمية المبادرة اللي خدناها الترم الاول، مبادرة حليمة. يبقى انا عندي دولة بتعملهم اللي هو احنا لازم اسرتنا اطفال تقليد، واعمل لك مبادرة. هي المبادرة قال لي هي مبادرة حياة كريمة. ايه هم سكان الصحراء اللي قلنا عليهم سكان صحراء؟ في حاجة حد بيعيش في الصحراء؟ قال لي البدو بيعيشوا فين؟ شايفين الخيام الحلوة اللي هناك دي؟ في حاجة زي كده في المنطقة، في بير بيبدأ اللي هو يكون فيتعامل وبيولت وبيعملوا حفلات الكلام ده، أغنام زي وقتي. يبقى عندي سكان الصحراء يعيشوا او بيعيشوا في الصحاري المصرية. طب اسمهم ايه؟ عليهم بدو، كان بيطلق اسم البدو. سكان الصحراء ايه؟ قال لي في بيبقى غنم، يبدأ اللي هو بيمشي بيها الزرع ده، في بيبقى زرع ده هنا، فبيبدأ اللي هو ويمشي على الزرع اللي زي دوت واللي زي اللي هو يأكلهم منهم، ويبدأ اللي هو يشرب اللي موجودة في فغلته. البدو دول حرفة. طب الحرائق دي كتير؟ قال لي نسبة، يعني عدد خالص بالنسبة لسكان مصر. طب بقى بتحل قال لي طبعا بيعملوا يستقروا وبيحسنوا مستوى معيشتهم. يعني ايه الكلام؟ قال لي البدو والله اللي احنا شايفينه كده في الصورة، هم بير الماء خلص فهم قاعدين. طيب الزرع ده خلص ومش موجود، المية خلصت، يروحوا واخدين الخيم بتاعتها دول فكينها، ويروح كان تاني في بير تاني وفي زرع تاني عشان يعرفوا يشتغلوا ويشربوا. عشان ان الدولة تحل مشكلتهم على الاستقرار، يخلوه في مكان معين يحسن مستوى يبقى معاه عشان الحياة بتاعتهم. قال لهم ايه يا دولة؟ اللي ببني لهم مساكن في بيوت ليهم زي القرى او القرى يقعدوا فيها. طب بوفر لهم ايه كمان؟ فرص عمل. طب دول قال لي بيشتغلوا في الزراعة والتعدين، توفير فرص العمل في مجال الزراعة والتعدين. طب تنوع السكان اللي في مصر ده والمدن والصحراء دوت بيفيدني بحاجة؟ قال لي ايوه طبعا، التكامل. كلنا بنشتغل في التدريس، هنلاقي ناس تزرع عشان ناكل؟ لا طبعا. يبقى اهل المدن بيحتاجوا لاهل القرى. طيب القرى لو ما فيش حد بيدي، حد بيتعالج، حد بيبدأ اللي هو يخش كليات في هندسة ويلاقي اللي هم، لا لو ما في بقى دكتور دخل دكتور هيلاقي حد يعالجه؟ برضو لا. فاحنا بعض، دي اسمها تحقيق التكامل بين السكان
بنتكلم انه بيساعد تنوع سكان مصر في تحقيق التكامل. يعني ايه تحقيق التكامل؟ يعني احنا دلوقتي بنحتاج ان احنا ناكل من المزروعات اللي بتجيلنا من الريف. طيب احنا هنعرف ناكل من غير ما الفلاح يبدأ اللي هو يشتغل في الأرض ويبدأ اللي هو يزرع، والزرعة حد يطلعها من الأرض ويجيبها لنا هنا؟ أكيد لأ. طيب احنا برضو المفروض عندنا هنا في القاهرة عندي صناعة وعندي تجارة وعندي خدمات اخرى موجودة هنا بنساعد بيها اهلنا في الريف. زي ايه؟ زي ممكن ان حد من سكان الريف يجي يتعلم عندنا هنا في المدن في الجامعات عندنا ويبقى دكتور او مهندس. طب ده يفيدهم بايه؟ الدكتور او المهندس، الدكتور هيبدأ اللي هو يعالج اي حد ممكن يبقى تعبان هناك. طب المهندس هيبني لي البيوت اللي الناس ديت هتسكن فيها هناك. يبقى انا عندي تحقيق التكامل بين السكان، وكمان انا بتبادل المنتجات. زي ما احنا اتفقنا، هم عندهم بيزرعوا وبيبدأوا اللي هم يدوني المنتج اللي بيزرعوه. انا هنا مثلا لو هصنع عصير، هصنع جبنة، هصنع اي حاجة، وابدأ اللي انا اوديه كمان للقرى تستفيد منهم اللي هي تشربوا او تاكلوا كده. عندي تحقيق التنمية في جميع المجالات الاقتصادية. مجال اقتصادي يبقى أنا بتكلم في زراعة وفي صناعة وفي تجارة. يعني ايه احقق التنمية؟ يعني اللي انا ابدأ اللي انا اطور من نفسي، وابدأ اللي انا ابيع اكتر، وابدأ اللي انا يبقى معايا دخلي كويس، وابدأ اللي انا محتاجش اجيب حاجة من بره. دي تحقيق التنمية. طب انا عندي مشروع قومي عشان اطور الريف المصري. قال لي طبعا عندي دوت 2014 ل 2030. ده مشروع قومي. المشروع دوت ايه لازمته؟ قال لي عشان اطور قرى الريف المصري. في قرى مفيش اللي هي يكون عندها خدمات كويسة، ما بيبقاش عندها اي المستلزمات اللي بيكونوا محتاجينها. فمبادرة حياة كريمة بتساعد الناس دي. بيحقق كمان التنمية المستدامة والشاملة. واحنا اتفقنا ان التنمية المستدامة ان انا اعرف ان انا استخدم الحاجة دلوقتي وكمان احافظ عليها عشان اخواتنا الصغيرين كمان يلاقوها ويستخدموها زينا. زي مثلا الاتوبيسات العامة بتاعت الحكومة، مبداش اللي انا اركبها وابدأ اقطع في الكرسي اشخبط عليها. دي حاجات مش هتكون موجودة عشان اخواتنا الصغيرين تستخدمها. زي الديسك اللي عندي مثلا في الفصل، لو انا ابتديت اللي انا اكسره وابتديت اللي انا ابوظ فيه، لما اختي الصغيرة او اخويا الصغير يبدأ اللي هو يكبر مش هيلاقي ديسك زي دوت يستخدمه. يبقى ده تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. كمان بنحسن مستوى الخدمات زي التعليم والصحة والبنية الأساسية. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مستوى التعليم عندي ما عنديش مدرسين كفاية، يبدأ اللي هو يوديلي مدرسين عشان يعلموا الطلبة. طيب انا ما عنديش مستشفيات كتير، او انا ما عنديش اطباء اللي هم يروحوا هناك كتير. ابدأ اللي انا اوفر الناس ديت علشان خاطر ابدأ اللي انا احسن من القرى وظروف القرية دي. بعد كده بيقول لي البنية الأساسية. البنية الأساسية أول ما بشوفها بفتكر على طول الصرف الصحي، اللي هي المواسير اللي بتنقل لي أي مية مثلا مش نظيفة تمشيها لي في مواسير عشان نرميها في مكان تاني. والطرق، الطريق مكان ما بيكون مكسر أو كده يبدأ اللي هو يخليهولي كويس، يعرف اللي هو الناس تمشي من خلاله. تحسين مستوى معيشة سكان الريف. احنا اتفقنا ان المعيشة في الريف منخفضة، مفيش اللي هو التكلفة الكويسة او مستوى المعيشة الكويس اللي يخليهم يصرفوا. فبنبدأ اللي احنا نحسن مستوى الناس اللي هناك. وبكده بنكون وصلنا لآخر درس النهاردة. ان شاء الله هننزل اسئلة س وجيم في فيديو تاني عشان الفيديو ما يبقاش طويل علينا. واشوفكم بإذن الله في درس آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.